يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سلامات يا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. أول شي خلونا ندعي لأهلنا السوريين والفلسطينيين والعرب بكل مكان، بسوريا وبغزة وبلبنان وبالأردن والعراق وبتركيا وبالسودان وبكل مكان. ربي يفرج هم كل مهموم وينصر كل مظلوم، وربي يفرج علينا وعليكم أجمعين يا رب. طمنوني عنكم، عن أخباركم، عن أحوالكم. أنا بخير الحمد لله رب العالمين، وبتمنى من كل الصبايا اللي عم يحضروني لأول مرة وكنتوا جداد على القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي لايك. ربي يشبر بخاطركم. بدي أتشكر كل الصبايا على تعليقاتكم على الفيديو الماضي. الله يجبر بخاطركم ويفرج علي وعليكم وعلى أمة محمد، وتضلوا دايما بألف خير. حبيت هيك أشارك معكم روتيني لهذا اليوم، وهيك أطلع وأطمنكم عن حالي وأطمن عليكم وندردش شوي ونحكي شوي هيك ونطمن عن بعضنا. إحنا بألف خير مثل ما قلت لكم، الحمد لله رب العالمين. الأمور عنا صارت شوي أهدى الحمد لله. يعني بنقول إن شاء الله خير يا رب، وهو دائما كل شي بيجي من الله خير الحمد لله رب العالمين. وهلأ خلونا نبلش فيديو. مثل ما لكم شايفين، هي امبارحة يوم الأربعاء فقنا الصبح. بصراحة ما كان إلي خلق أعمل قهوة. قامت ريان الله يعطيها العافية ساوت قهوة باردة. من كتر الشوب اللي عم بيصير هيك بتحسوا شوي القهوة عم بتصير هيك دمها تقيل، فهيك ساوت لنا فنجان قهوة بارد. شربته يعني انه شربنا القهوة على السريع، وبعدين عندي شغل اليوم بدي انظف البراد يعني او الثلاجة يلي بتحبوا تسموه. صار لي هيك فترة انه من بعد العيد بس هيك عم بمسح وبرجع الرفوف لمحلهم. مع هيك بدها تليفة منيحة يعني. واليوم زوجي من غير شر يعني ما راح يكون موجود بالبيت على العشاء، لا هو ولا ابني ولا مرت عمه. شفتوا خبرتكم بالفيديو السابق انه عمه لزوجي راح يوصل من الحج، والحمد لله رب العالمين وصلوا بالسلامة امبارحة. وكانوا هيك انه عاملين يعني، شفتوا الحجي أول ما بيوصل في ملاقاة له في استقبال. فكانوا امبارحة عاملين إنه استقبال وعاملين عشاء يعني للرجال وللهيك للنسوان الكبار يعني، لمرت عمه إنه يعني هيك للسلايف الكبار. فامبارحة كان زوجي وابني ومرت عمه انه هنيك معزومين، راحوا انه ضلوا تأخروا، انه ضلوا وقت متأخر. فقلت انه طالما انه من غير شر ما راح يكونوا موجودين على العشاء، انه بعمل ايش من كان هيك انه الي ولا ريان. ضليت بس انا وريان والسيما ونوح بالبيت. ونحن اليوم ان شاء الله راح نروح في مولد للنسوان، وان شاء الله اذا الله قدرني هيك باخذ لكم شوية لقطات بفرجيكم الاجواء باذن رب العالمين، اذا قدرت طبعا ما بوعدكم. هلا هون مثل ما لكم شايفين فضيت رفوف البراد، وللأسف أنا عم بشتغل. هلا هو رف البراد انكسر، ما انكسر معي. هو من الأصل كان فيه إنه القاعدة البلاستيك عم تترجوج، فأنا عم بشتغل انكسرت. إيه الحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء له عمر. كل واحد إلا بالأخير ينتهي أجله وينتهي عمره، وللأسف الشديد يعني انتهى عمره للرف. لا بس أكيد رجعت زبطته لأنه هذا عمره غير عمرنا. هذا إذا انكسر يعني، إذا صار له شي بيتجبر بيتصلح. نحن يعني الله يرحمنا، بس انتهى أجلنا خلاص مباشر على القبر. اي والله الحمد لله رب العالمين. فضيت رفوف البراد، وبتعرفوا يعني ليفتن وهيك. ما صورت كل شي بصراحة مشان ما يصير الفيديو كتير طويل وممل. يعني هيك روتينات أنا بشوف إنه بصراحة هي حلوة بتحفز وبتنشط، بس كمان لازم نختصر شوي، لأنه إذا بدي أضل عم بستمر معكم أفرجيكم كل خطوة بخطوة الله وكيلكم بدي فيديوهين ثلاثة. عملت له هيك حوسه نظيفه، واكيد انتم صرتوا بتعرفوا روتيني بتنظيف البراد. وهذا البخاخ الاصفر عن جد هذا رفيق النظافه بالبيت، كتير كتير كويس لكل شي، للحمامات للبورسلانات للغاز للهيك البقع المستعصية بالمطبخ، لتنظيف هيك تلميع انه رفوف البراد كتير كويس. ايه ليفته ونظفته، بعدين فضيت هون الباب، فضيت الرفوف محل رفوف البيض، محل رفوف
الرف يلي أكيد أنا متأكدة بكل براد عند كل حدا عربي أو سوري، هذا الرف ما بصير بلاي اللي بنصف عليه الأدوية. والأدوية يمكن أحيانا أكثر من شهر ما بنستخدمهم، بس هيك إنه الدواء بس انفتح لازم يكون موجود علبة أو علبتين دواء موجودين بقلب البراد. ما بعرف إذا بس عندي، بس أنا متأكدة إنه عندكم كلياتكم. ايه احكولي انتو، طمنوني عنكم، عن أخباركم، عن أحوالكم، شلون الأمور عندكم؟ إن شاء الله كلياتكم بخير. الله، هيك بدي أحكي هيك شغلة هيك بسيطة. بالنسبة يعني عم بشوف هلا كتير هيك انه على التيك توك، هو اكتر شي بصراحة على التيك توك يعني، وعلى الانستا، بس على الانستغرام يعني بشي بسيط هيك، انه عاملين ترندات انه عن ترحيل السوريين وعن رجعتنا لسوريا يعني، وانه رح نرجع. مستغربة هيك انه اخذين الموضوع انه انا اذا رجعت وين بدي اروح بفرجيني، وين بدي اروح بغراض بيتي، وبدي ارجع عيد من ورا وايد من قدام. ما بعرف والله، هو يمكن الناس من باب الفكاهة، من باب الضحك، بس عن جد هذا الموضوع والله ما بضحك. عن جد هذا الموضوع أبدا مولى الضحك، ولو إنه ترند ولا إنه موضوع وين أروح بأغراضي. عن جد الموضوع مو قصة أغراض. هلا في صبايا كتير يعني، في صبايا بتواصل أنا معهم مو بس إنه عن طريق القناة اليوتيوب، لا، في صبايا بتواصل معهم إنه هيك بشكل دائم عم بيسألوني إنه طمنينا عنكم، عن أخباركم. في إلي يعني في إلي أصدقاء ببلجيكا، بهولندا، بألمانيا، إنه عم بيحكوا معي طمنينا إنه شلون الوضع عندكم، إيش صار فيكم، رح ترجعوا على سوريا، إيش رح تعملوا. حسبي الله ونعم الوكيل يعني. والله بصراحة ما بعرف إيش بدي أقلكم. هلا بقى جايتكم بالحكي، يلا بس خلوني أقلكم. هلا هو مثل ما شفتوا خلصت كل شي، وزوجي امبارحة انه مو رح يروح بده يروحوا انه على المولد وعلى الاستقبال. انصرف انه من شغله الساعة 3:30 4 الا ربع، عدى على البازار لانه انا بازاري يوم الاربعاء. عدى على البازار وجايب لي خضرة وغراض. بعد ما نظفت البراد وخلصت، كنت ليرت انه السلل ليرت كل شيء، فضيت الخضرة ورتبت الخضرة كلها بقلب البراد. وقال لي انه الحمد لله رب العالمين. انا بصراحة كنت متخوفة انزل على البازار مشان هيك انه التوتر، ومشان ما يكون في مشاكل او اي شيء. قال لي الحمد لله الوضع كتير كويس، والبازار مليان عالم ومليان سوريين وما في اي شيء. ايه هيك والله الحمد لله. فضيت الخضرة وفضيت كل شيء، ورجعت رتبت البراد من اول وجديد، والصور عم يلمع لمعان. انا وقت اللي غرض بنظفه هيك، اي مكان اي زاوية بنظفها. بحب انه هيك انه اقعد فيها، ما اقعد يعني. قلت لها امبارح لرين، قلت لها لو اسعى ابرك لي على شي رف نرفوف البراد. هلا انا ركزت الرف، حطيت تحته سطل اللبن، ركزته لحتى انه زوجي يفضى ويظبط لي الرفوف، لانه هدول الرفوف انه يعني بيتصلحوا، بس القاعدة البلاستيك قلت لكم انكسرت وبتتصلح. هلا هون بعد ما خلصت ترتيب البراد وخلصت كل شي من غير شر يعني، بعد ما فضيت وخلصت هن راحوا، انا وريان قررنا انه اليوم يعني نستغل الموقف يعني نستغل هيك الفرصة ونعمل الأكلات يلي نحن بنحبهم. أنا كتير بحب أنا وريان البطاطا المقلية والتبولة. عندي كيس بطاطا مقلية إنه جاهزة، طالعتها من الفريزر مشان أقليها، وريان بلشت تشتغل بالتبولة، وأنا هون عم بغسلها الخضرة. إنه نعمل الأكلات يلي نحن بنحبهم. إيه والله يا صبايا، هلا رح أرجع لكم بالنسبة لموضوع رجع على سوريا، إنه رح نرجع على سوريا أو لا، وإنه رح نترحل. هلا إنه نترحل الحمد لله رب العالمين، ما وصلت الأمور لهي الدرجة. أنا الحمد لله إقامتي نظامية، ورائي نظامية، الهويات معي موجودة الحمد لله رب العالمين. إنه الحمد لله كل أموري نظامية إن شاء الله رب العالمين، والله لا يضرنا ولا يضر أي إنسان. في ناس أمورها أوضاعها صعبة، الله يختار له الخير يا رب، ولا يضر بأي حدا. بس بالنسبة لموضوع الرجعة على سوريا يا جماعة، الرجعة ما هي هيك. أنا مو بس إنه بقوم باخد ولادي وباخد حالي وبمشي، هذا عمر. أنا صار لي هون تقريبا رايح يصير لي 10 سنين بتركيا، عمر كامل مستقبل. ولادي انا تربوا هون يعني. انا ما يعني انا احيانا هيك بيكون في شيء بقول لريان يا الله بتتوقعي معقول يصير شيء؟ بتضحك بتقلي ما بتوقع بيوم من الايام انه نحن نرجع. ما هو تكرر في بلدنا، لا، ما حدا بينكر اصله، ما حدا بينكر بلده، بس ما في حدا مرتاح. لا اللي موجودين بسوريا مرتاحين، ولا نحن هون مرتاحين، ولا يلي برا مرتاحين. طيب انا ليش اخطي خطوة ما بعرف مصيرها؟ لا مزبوط. عم بشوف كتير ناس عم ترجع، وفي كتير انه يعني عالم عم ترجع يعني. يعني ما بعرف، ما بدي احكي على حدا معين، ما بحب يعني، ما بقيت احب اجيب سيرة حدا معين عندي او احكي على شخص انه معين. بس عن جد يعني ما بعرف ايش بدي اقلكن يعني.
هلا انا بحسن انه اخذ اولادي وانزل، ممكن ما حد يعني ما بعرف مصيري، ما بعرف ايش الشيء اللي رح يصير معي كمان. يعني مصير الشباب مجهول، مصير الناس اللي عم ترجع مجهول. انا مو بس عايشة انا واولادي، انا كمان عندي زوجي. يعني هي الخطوة صعبة، ما هي سهلة، ما هي سهلة ابدا. يعني انسوا انه الموضوع انه حدا يحكي معنا او حدا يتعرض لنا او شيء. يعني الحياة هنيك كتير صعبة، كتير صعبة. مزبوط في ناس عايشين وفي اكتركم عم تتابعوني عايشين، ربي يجبر بخاطركم. بس يعني انا اذا رجعت رح تبدأ حياتي من الصفر، وانا بصراحة ما لي استطاعة ارجع، ما عندي امكانية، ما في مكان ارجع عليه، بيت ما عندي. وكل الناس اللي عم تنزل عم بتقولكن إذا ما الرجال نزل كان عنده شغل الخاص فيه وتاخدي بيت، صعب تعيشي بالآجار، كنت تاخدوا بيت يا أما ملك يا أما رهنية. الآجار بيكسر الظهر هنيك، وإنه الرجال يعيش يشتغل عند الناس ما بتكفي الحياة، ما بتكفي المصروف. طيب أنا حاليا هلأ ما صاير شي، الحمد لله رب العالمين علي، مالي مضطرة إنه يعني إنه أرجع يعني بقولوا إنه أرجع أكسر كل شي أنا عملته وأهدم كل شي أنا هون بنيته وأرجع من الصفر. يعني طالما انه لسه الناس موجودين وما صار اي شيء انه خلاص رجعوا هيك وانه الناس كلها رجعت، لا انا ما بفكر بالرجعة. وبصراحة يعني انا ما بحب اخبي عليكم، ما بحب اكذب، مالي حب هاي الخطوة. يعني مالي حب هاي الخطوة. يعني ما بعرف ايش بدي احكي، حسبي الله ونعم الوكيل، احسن شيء. الله يكتب الخير إلنا وإلكم لكل الناس. بس عن جد يعني والله الموضوع ما هو سهل. ما تقولوا لي انه انتوا ما خلقتوا هون وما عشتوا هون وهي مي بلدكم وملكن وتعودتوا على الرفاهية. والله القصة ما هي قصة رفاهية، والله أنا مالي عايشة برفاهية، بس القصة كتير صعبة، ما هي سهلة. القصة كتير صعبة. يعني هلأ انتوا بركب بيت عيشوا فيه سنة وسنتين ثلاثة، يجي صاحب البيت يقولكم بدكم تطلعوا، بتلاقوا الموضوع صعب. انه انا بعد ما بركت وتعودت على البيت وتعودت على حيطان البيت وعلى كل شيء انه اطلع وامشي. وانا كتير الي ناس عايشين بسوريا من مرتاحين، الوضع الاقتصادي صعب، ومو بس وضع اقتصادي، ما في يعني انا صار لي عايشة 10 سنين، صعب انه ارجع اتأقلم هيك، انه اخذ ولادي كمان. انا ولادي له الرأي انه امشوا وارجعوا. هلا اذا انجبرنا هذا شيء تاني، بس يعني انه بنقول ان شاء الله رب العالمين الامور للافضل، والله يجبر بخاطر الكل. ويعني مشان الله ما تزعلوا مني وتتضايقوا مني. هلا مثل ما شفتوا فرمنا التبولة و... وقلينا البطاطا، وهي هون هيك صفرتنا. شوفوا لي هالصفرة الأكابرية. قولت ريان كانت عم تصور جنبي، قالت لي قولوا لهم شوفوا هالصفرة الكيوت. يعني عن جد الله هيك يا رب يجعلهم دايمين ويخلي لي اياهم وما يحرمنا منهم ولا ينقصوا من البيت. بس هيك يعني بتلاقوا الصفرة وقت بكون من غير شر ما في حدا. يعني شوفوا أبسط من هيك، أسهل من هيك، صحن بطاطا مقلية، صحن تبولة. بس للصراحة والأمانة يعني ما بخبي عليكم، هاي الحصة يلي طلعت لي من التبولة. سكبت صحن صغير وريان حطت جاط التبولة قدامها ونزلت هي. وعندي ريان كتير 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 مغرمة بالتبولة، كتير بتحبها. ايه والله الحمد لله رب العالمين. يعني قلت لكم هيك استغليت الفرصة وعملت جوي أنا وبنتي، يعني عملنا الأكلات اللي بنحبها وخلصنا وضبينا الحمد لله رب العالمين. وهون بيركي عم بطعمي نوح وريان عم بطعمي سما وعم ناكل وتعشينا الحمد لله رب العالمين، بدون جلي، بدون فوضى، بدون اي شيء. هلا اكيد جوزي بس شاف الفيديو رح يقول لي كل هاد انا متقل على قلبك، كل هاد مشيلك هم. الله يخلي لي اياكم وما يحرمنا منكم يا رب. عن جد البيت بتلاقوا فاضي من دونهم. ايه بس كمان يعني بناخد اجازة لو نهار واحد. هون بعد ما خلصنا وضبينا، ريان صارت يعني قامت حطت القهوة على النار، بما انه اليوم ما شربنا الصبح قهوة، فاليوم كانت قهوتي يعني من النادر انه انا اشرب قهوة العصر، فكانت قهوتي عصرية. ايه والله والحمد لله رب العالمين. ويعني هذا هيك كان فيديو لليوم. اليوم فيديو كتير هيك سهل وبسيط وما فيه اي شي، بس حبيت هيك اطلع اطمن عليكم وتطمنوا علي واحكي لكم هيك شوي، ندردش شوي واخبركم الشي اللي انا عم بفكر فيه. ويعني الله هيك يا رب يعطي كل إنسان مراد قلبه، وكل شي بتتمنوه بتحلموا فيه، وأي مكان بتتمنوا تكونوا فيه إن شاء الله بتكونوا فيه. وإن شاء الله دائما وأبدا بتضلوا بألف خير يا صبايا، وربي لا يكسر بخاطركم ولا يضيق عليكم مكانه، والله هيك يفرج علينا وعليكم. هي فنجان قهوة العصر، مع انه نحن ابدا ما لنا شريبة قهوة العصر، يعني نشرب قهوة الصبح، مو ما لنا شريبة، ما بصير عنا وقت. بس من غير شر، مو بس انا وريان بالبيت، ما هو العصر بقي تقريبا ساعة بقدم المغرب، ساعة ونص، لا الساعة 7 هلا.
من غير شر وما في حدا بالبيت. شايفينها هالرواق. والله هاد لو شلال كبير ما أحلى. يلا نشرب قهوتي أنا وريان. وهذا هيك كان فيديو لليوم. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا معي، وهيك الله يفرج همي وهمكم ويعطيكم مراد قلبكم إن شاء الله يا صبايا، وتضلوا دائما بألف خير. والله هيك دايما يعني يختار لنا الخير، ودايما الخير فيما اختاره الله. الله يفرج على كل عباده، ويعني إن شاء الله الأمور دائما للأفضل، والله يختار لنا الصح، ويعني الله يختار لنا ولا يخيرنا، لأن دايما الخير فيما اختاره الله. وبس يا صبايا، وصلت معكم للنهاية. إن شاء الله يكون كل شي عجبكم. بتمنى دائما تضلوا بألف خير يا صبايا. الله معكم، بأمان الله.